هي نعاود نرجع للتراث تاع الجزائر قبل ما جا الاستعمار الفرنسي. واش كانوا هذاك الوقت؟ مي لو بلوز امبورطون تاع هذيك لا بيريود هو كان السروال. السروال كانوا رجال يلبسوا السروال ونساء يلبسوا السروال، ما كانش حاجه واحده اخرى. يا الله. كانوا يلبسوا الفريمله ايضا، سواء الرجال ولا النساء كانوا يلبسوا سان جيلي كور، هو يعني النساء تري ديكولتي ويلبسوا تحتها كميزره. كانوا يلبسوا الشاشيه صغيره، شبيشيه صغيره هكذا. عندنا قناتيك الكراكو ولكن ماشي كيما نعرفوه دوق. كراكو قصير، لي مونش محلولين، يعني تبدل، كان بلو براتيك بور لي ماران. كل هذا النتاج جمعته الصحفية نفيسة الأحرش في كتابها تطور لباس المرأة الجزائرية، فوثقت فيه تطور لباس المرأة الذي كان بصورة أكبر في المدن. كان فيه سيطرة فكرية، سيطرة في اللباس، في الثقافة، في كثير من الأشياء. يعني الجزائر ليست بلد منعزل عن العالم حتى لا يتأثر، لكن الاستعمار أو التأثيرات اللي جات طولت، يعني كانت قعدت إلى قرون في الجزائر، مش فقط لسنوات وانتقل هذا الاستعمار أو راح أو كذا. فالمدة الطويلة هذه اللي تبقى كسياسة، كثقافة، كاستعمار، تفرض وجودها، تفرض ثقافتها، تفرض أفكار. دلوقتي بس صدقتك، خدعوني قلبي وعينيا. هذا بيان ايفيدامون هذا هو الكراكو تاع ماني، هي تاع جدة أمي، عنده أكثر من قرن و20 سنة. لبساتو يوم الزفاف تاعها كانت في عمرها 13 سنة، سيتي في الأوائل تاع القرن العشرين. وهو عطاني يعني ما انسبيري، عطاني الأفكار وعطاني يعني تلما حبيته هذا الكراكو. يوم الزفاف تاعي عاودته هو بالذات. ولكن ما عندناش تصنيع، لأنه مشكلة التصنيع في الجزائر في كل شيء على كل حال. I'll have to ask my accountant about that. مشكلة التصنيع مطروح، لأنه هذا النوع من الألبسة لو كاين كتير خياطات وموديليست اللي قادرين يديروا لباس عملي وداروه. لا امبوسي، ما يمكنش امبوسي. ولكن من يتبنى هذا الإنتاج؟ لازم تصنيع، لازم دعاية، لازم شوفي كي تقولي لي على اللباس المغربي، الدعاية اللي موجودة على القفطان المغربي باعترافاتهم. القفطان المغربي راهي وصلت عالمية، الفنانين الغربيين يلبسوه، الملكات الغربيات يلبسوه. في ايه بجد؟ في ايه تقول الدم ده والرخامة دي؟ يا ساتر، ده ناس عارف الحشري، هو ده الحشري لك حاطط مناخيره في كل حاجه. لكن اين هو لباسنا من حتى التقليد الجميل؟ ماذا اقول واي شيء يقال بعد كل ما قيل.